اهتديت للإسلام وعرفت الإسلام وعرفت أن الإسلام يحرم هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، لأن العلاقات قبل الزواج نسميها زنا في الإسلام. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. مجرد الاقتراب من الزنا فهو محرم، والدين الإسلام يريدنا أن تكون العلاقات شرعيا مبنية على المسؤولية. طيب شيخ سار، هل تنظر لنأخذ مثل عملي؟ نعم. منى تحدثت عن تجربتها الخاصة بها، كيف تنظر إلى علاقة منى أو ما تقوم به؟ لأنه أنت قلت الآن بأنه كله زنا، كيف تنظر؟ هذا مثل عملي، خلينا بين بعض. نعم، أنا أريد أن أرد عليها، لأنها أولا تقول بأن علاقتها هي شرعية. هي ليست شرعية بأي حال من الأحوال، لأنها لا تكلف صاحبها أي شيء، لا تكلفه أن ينفق عليها، لا تكلفه أن يهتم بها، ومن الممكن أن يتخلى عليها في أي لحظة بسبب مشكل بسيط. طيب. ولن تطلب منه لا نفقة، ومن ممكن أن ينتج عن هذه العلاقة أولاد. نعم. فأنتم تعرفون طيب منى طيب خطوة. أنا معلش، لا معلش نعم. أنا لازم أرد على الحتة دي. هو ما يعرفش طبيعة العلاقة ما بيني وما بين الشخص اللي أنا مرتبطة فيه ده، فبأي حق بيحكم عليا؟ ده كده يعتبر قصف محصنات يا شيخ. أنا لا أقصفك ولا أحكم عليك، أنا أتكلم. ما ينفعش إن أنت تقول ينتج عنهم أطفال وأنت ما تعرفش. أنت ما تعرفش حقيقة العلاقة اللي بيني وبينه، أنت ما تعرفش. فلنتجاوز مسألة عليا ان انا الأطفال. ممكن اخلف منه يعني. مسألة الأطفال. نحن نتكلم عن علاقة لا يربطها أي أساس، ومن الممكن أن يتخلى عليك في أي لحظة، وأنت ولكنك الشيخ سار لنتحدث واقع هذه الحلقة. أنت تحدثت بأنه يعتبر هذا زنا. منى ردت تعتقد أن ما تقوم به هو حق شرعي لها وتسميه علاقة شرعية، وهنا نقطة الحوار. أنت تقول بأنها لا معلش أقول لك شيء العلاقة بيني وبين الشخص. أقول لك شيء إن أنا ممكن أحمل منه، أو الكلام اللي هو بيقوله ده عيب يعني. السؤال موجه لي. نعم. هذه العلاقات هي موجودة ولا يمكن لأحد أن ينكرها. وجودها كوجود الخمر في المجتمعات الإسلامية، فالخمر محرم لكنه يستهلك بكثرة، لكن العلاقات خارج إطار الزواج والتي هي الزنا هي محرمة لكن هي موجودة، والله يهديهم، الله يهدي الجميع. طيب منى تفضلي. أيوة، بس هو مش من حقه ان هو يقول عليا، يعني هو مش من حقه ان هو يحكم على علاقه هو ما يعرفش طبيعتها عامله ازاي. انا اقول يعني انها محرمه، وهذا حكم الدين وحكم الله وحكم رسول الله. انا اقول انها محرمه في الدين. انت اذا كان لديك دين اخر فانا احترم دينك واحترم افكارك، اما ان تاتي وتقولي انني انا مسلمه وان ما افعله شرعي فهو غير شرعي ومرفوض في الدين الاسلامي. طب معلش يا شيخ، طب انا عايزه افهم بس حاجه، يعني هو قبل ما يخترعوا الورق وقبل ما يخترعوا الجواز المدني والكلام ده كانت الناس بتتجوز زمان ازاي يعني؟ ايام القبائل الاسلاميه والكلام ده كانوا يتزوجون، وكان زواج شرعي، وكان يذهب الى اهلها ويخطبها. ايوه، اللي هو ايه طيب اللي هو ايه من وجهه نظرك قبل ما يخترعوا التسجيلات بتاعه الشهر والكلام ده؟ كان الاشهار مش كده؟ كان الراجل والست بيطلعوا بيقولوا احنا مع بعض بس، خلاص كده. طيب هو دي النقطه. انا دلوقتي بحب واحد واهلي عارفين واهله عارفين، ايه بقى اللي مضايقك؟ انا مش فاهمه يعني. وهنتجوز في يوم من الايام. انا لا يضايقني الامر، انت حره افعلي ما تشائين، لكنني اقول لك الله قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت مسلمه يجب عليك ان هذه تكاليف دينيه. لندخل ضيف في الاستوديو معنا. منى وشيخ السار، لندخل. اسمحوا لي